وعادة الطلبة عندنا احنا في المغرب إذا كانوا وصلت صلاة العشاء خلاص بعدها إلا النوم. أنا كنت كذلك ما أعرف النوم بعد صلاة العشاء، أزيد ساعة أخرى للحفظ. ونحكي لكم شيء يعني مع هذا الشيخ، هذا كان يصير لي معه بعد صلاة العشاء. كنت أستمع إلى شريط للشيخ عبد الباسط وأنا عمري 13 سنة. لما أستمع ذاك الصوت الجيد كنت أستمتع به صراحة، لكن يعقبني بعده بكاء. ليش هذا البكاء؟ كنت نقول يعني هل ممكن أنا أصل إلى هذا الترتيل وهذه القراءة الطيبة مثل الشيخ عبد الباسط؟ فالشيخ يأتي يسمعني يبكي، يأتي من الغرفة ويجي عندي يقول ليش عندك؟ يقول له والله أنا تمنيت أن أكون مثل هذا الشيخ عبد الباسط. يقول لي إن شاء الله يا ولدي إن شاء الله بتصير كذا إن شاء الله، بس اجتهد وكذا واسأل الله سبحانه وتعالى. وفعلا كانت لنا طموحات كثيرة. وفعلا كان التساؤل يدور في ذهنه وما غاب، فهل سيكون حسن ابن القرية قارئا على خطى الكبار؟ وقد جاءت الإجابة من المشايخ الذين عرفوه وخبروا قدراته. من 89 إلى 94 هذه انتقلت فيها في عدة قرى كنت أحفظ فيها كتاب الله عز وجل. وكان الختام هو الشيخ السي عبد الله البقالي في دوار عين رحوي بقبيلة بني مسرة إقليم سيدي قاسم. هذا شيخ معروف في هذه القبيلة. وذهبت عنده أنا واثنين أصدقاء آخرين، ذهبنا لنحفظ عنده القرآن، فوجدنا عنده ما يقارب 12 طالب جاي من قرى بعيدة، وكانت قرية صغيرة طبعا. وكانت هذه القرية هي التي تتكلف لنا بالأكل والشرب وكذا، فكانت القرية صغيرة والطلبة كثيرون. فجاهم الشيخ لما شافنا كذا قال مرحبا، لكن بعدين فكر الشيخ وقال لي والله قال لنا احنا الأكل عندنا قليل ما نستطيع تجلسون معنا في هذه القرية. طبعا هذا الكلام ما قالوا شفهيا، أرسل لي طالب من بيته، الشيخ كان في بيته، أرسل لي طالب صغير يقول لي هذا الكلام. جاء الطفل الصغير عندي قال لي الشيخ يقول لكم خلاص ما أقدر أنكم تدرسون عندي لأن الأكل هنا قليل وكذا، فحاولوا تذهبون إلى قرية أخرى. فأنا كانت عندي رغبة هذا الشيخ لازم ندرس عنده، فذهبت إلى قريتي إلى بيتي، قلت له اسمع يا شيخي، أنا جئتك من مكان بعيد وليس همي هو الأكل والشرب، بل همي أن أختم عليك الختمة الأخيرة للقرآن الكريم. سمعتك أنك شيخ ما شاء الله في الحفظ والتجويد والنصوص الذي تحفظ الرسم القرآن الكريم، فأردت هذا الرغبة لازم أحققها، وهي أني نختم عليك الختمة الأخيرة. أما مسألة الأكل والشرب هذا قلت له هذا لا يهمني، سيبارك الله في القليل. لما الشيخ شافني نتكلم هكذا قال لي مرحبا ما عندنا مشكل. فرجعنا رجعت فرحان صراحة للمسجد، وأنا ولي اثنين أصدقاء، وكتبنا ومحينا الألواح والحمد لله، وعملناها في الشمس يبسات وكذا، وكتبنا فيها نصف حزب. ولما عملنا الشيخ كان في بيته، هذه الطلبة 12 طالب وحنا كنا 13 هي 15، كنا رسلوا الألواح لبيته ما يجي المسجد، ولكن هذه أول ليلة كتبنا الألواح وذهبنا وأعطيناها لبعض الطلبة أدوها للبيت يصححها، فأخذ الشيء كله يصححها ولا يدري لوح حسن مثلا من لوح فلان من لوح فلان، لكن هو يشوف اللوح مكتوب ويأخذ. لما رجعت الألواح وصححها وجدنا لوح واحد مكتوب عليه حسن جدا وهو لوحي. فسبحان الله الشيخ فرح بي كثيرا، فحتى أنه ندم على الكلام اللي قال له أول أني ما نبغيك تقرأ معنا في القرية وكذا عشان الأكل والشرب وكذا قليل وكذا. فبعدين استمرنا في هذه السنة 1994، فبدأت من أول البقرة إلى سورة الناس، ختمتها. كنت أكتب في جهة من اللوح ثمن، والجهة الثانية من اللوح أكتب ثمن آخر وهو ما يجي ربع حزب، وختمت عليه هذه الختمة. حتى أنا أذكر حصل لي 3 أخطاء في هذه الختمة كلها، كتبته عن غيب والرسم حصل لي 3 أخطاء. أثناء هذه المدة الشيخ كان يشير علي حاول تحفظ النصوص القرآنية التي تحفظ لك الرسم، فقلت أنا له والله ما لي رغبة نحفظ نصوص، ولكن عندي هم أكثر نحاول نحفظ المتون العلمية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل